Quieto, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí. Un terremoto, quieto aquí. مبدئيا وقبل اي حاجة احب اعزي اخواتنا اللي في المغرب في الوقت الصعب اللي هم بيمروا بيه حاليا ده، وده بسبب الزلزال اللي حصل امبارح وضرب مدينة مراكش. ويا ريت ندعي لكل الاهالي والعائلات اللي اتضروا واتوفوا في الحادثة دي. وبسبب اللي حصل ده أعلن ملك المغرب محمد السادس امبارح السبت بتاريخ 9/9 الحداد الوطني لمدة 3 أيام في البلد كلها، وكمان أمر بتسريع عمليات الإنقاذ في المدينة. ووصل عدد القتلى لحد الآن 1305، وعدد المصابين وصل ل2000. وقال الديوان الملكي المغربي ان الملك عطى شوية اوامر ولازم يتنفذوا. ايه هي التعليمات دي؟ التكفل برعاية الايتام، التغذية والتوفير الاماكن للمتضررين من الزلزال، اعادة بناء البيوت اللي اتدمرت دي في اقرب وقت. والمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب قالوا ان قوة الزلزال 7 ريختر في اقليم الحوز يوم الجمعة الساعة 11 بالليل بتوقيت المغرب. وقالوا ان هزات الزلزال دي ممكن تقعد ايام وكمان اسابيع لحد ما تنتهي خالص. وهوريكم فيديو دلوقتي بيبين لكم قد ايه الدنيا متدمره في المغرب حرفيا. بس وايه اصلا اسباب حدوث الزلزال؟ في اسباب طبيعيه واسباب صناعيه، تعالوا نشوفهم مع بعض. قال غسان سويدان مدير مركز رصد الزلازل في الأردن السبب الطبيعي إن حصل تصادم بين الكتل الصخرية الكبيرة جدا مع القشرة الأرضية، والسبب الصناعي بسبب التفجيرات النووية وتفجيرات الأحجار والمناجم. ومعظم دول العالم تضامنت مع المغرب، وفي منهم اللي قدم مساعدات للمغرب. على فكرة ده مش أول زلزال يحصل في المغرب، وياريت يكون آخر زلزال. ولو عاوزين تعرفوا الدنيا كانت عاملة ازاي في المغرب وقت حدوث الزلزال هسيب لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن تحت، ابقى انزلوا شوفوه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير زي ما متعودين. وكان معكم حسن الخولي.